في لبنان حيث تتداخل السياسة بالميدان والمفاوضات بالحروب، تبرز أسئلة كبيرة حول الدولة والمقاومة ومستقبل المنطقة. ضيفنا اليوم من الأصوات التي أثارت نقاشا واسعا داخل بيئة المقاومة وخارجها، يدافع عن خيار المقاومة ولكنه لا يتردد في النقد حين يراه ضرورة، ويصر على قراءة سياسية تتجاوز المواقف الجاهزة. معه نفتح ملفات حساسة تتعلق بالمقاومة والدولة وبالحرب والتفاوض وموقع لبنان في خضم التحولات الكبرى. أهلا بكم في برنامج القرار بحلقته الأولى على منصة بيناتنا، منصة تقدم محتوى حواريا تحليليا متعمقا في الشأن السياسي والفكري وحتى الرياضي، ونفتح مساحة للنقاش المسؤول حول القضايا الراهنة محليا وإقليميا ودوليا. تعتمد على استضافة خبراء ومحللين لتقديم قراءات موضوعية تتجاوز السطحية الإعلامية وتضع المشاهد أمام فهم أوسع وأدق للتطورات المتسارعة. أهلا بكم مجددا في برنامج القرار، ونرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي حسن الدر. أهلا وسهلا، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك وشكرا اليوم على استضافتك. شكرا، شرفت. بنبلش معك أستاذ حسن مطرح ما انتهى المشهد عندك. من يومين طلعت بخبر ضج بمواقع التواصل وحتى بالشارع اللبناني أن الدولة اللبنانية منعت استيراد أسلاك الألياف الضوئية عبر مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت. طبعا نحن بنعرف أهمية هذه الأسلاك، واليوم هي السلاح الأول والأقوى في الجنوب اللبناني. طبعا طلع كثير أصوات، وين مصادر أستاذ حسن الدر؟ وهل اليوم كان فعلا هيدا الخبر هو خبر موثوق ذات مصدر، أم اليوم عم تحاول تغمز شوي من قناة الدولة إنه اليوم الدولة العميقة في لبنان هي إسرائيل وأمريكا؟ أول شيء شكرا على الاستضافة ومبروك للقناة، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وسؤال موفق بالبداية. لا، أنا ما بطلع بعمل سكوب من فراغ، ومش طالع أعمل هيك. أنا الموضوع حقيقي وفي له أصول وله معروف من اتصل بمن. يعني هلا رد علي الأستاذ رياض قبيسي، هو ما بعرف شو خصه الموضوع يعني، ولكن بالآخر صحافي، في عشرات الأخبار أكيد كاذبة بتطلع يوميا ما بيردوا عليه، حقه. ورد موضوع قانوني، علما أنه أول من حارب هذه المؤسسات أستاذ رياض، وحكى بوضوح أنه كيف تدار الأمور من خارج القانون ومن خارج السيستم ومن خارج الأطر المعروفة. لم يصدر بيان رسمي أو قرار من لهيئة الجمارك، في اتصال صدر من جهة عليا بالبلد. مين خبرك؟ هلا بنخبرني، ما حدش بقول عن مصادره. نحن بيسألوا هن مين خبرك؟ هلا هل مصادرك موثوقة؟ اللي لازم يسمع سمع. يعني اللي اتصل أكيد وصل له مستشارين إنه هذا الموضوع صار معروف، واللي اتصل به كمان أو اللي تلقى الاتصال سمع. وفي تشديد، أنا ما قلت منع الاستيراد كليا للبنان، أكيد مش هيك، لأنه هذه الألياف الضوئية تستخدم بأمور مدنية بالإنترنت وغيرها. ولكن المطلوب كان التشديد على منع وصول هذه الأسلاك للمقاومة للحزب، وهذا أنا واثق منه وأنا مستعد يعني للمساءلة بهالموضوع. هلا مين قال لي الموضوع هذا؟ مصدري، هذه مصادري. لا، أنا بدي أعرف مين قال لك، أكيد ما حتقلي مين قال لك يعني، بس أنا عم بسأل إنه هل المصدر موثوق؟ أكيد لو ما إنه موثوق بطلع بقول. يعني أنا سجلت أصلا هذه الحلقة، قربتها يومين وقلت بالمقدمة إنه كان صار لنا 5 أيام، أنا كل أسبوع بعمل إحاطة مرة، فأنا قدمتها لأنه في خبر هالقد واثق منه أكيد حتما، وهالقد مهم إنه الناس تعرف لوين رايحة هذه السلطة، إنه ممكن تروح تحاصر المقاومة. يعني هذا الحظر ليس الأول، تم حظر أصلا. يعني طبعا كان في أصوات عم تحكي إنه هذا الموضوع مش صحيح عن القرنيات العيون بعد يعني اللي مستغربين من في الدولة ماخذة مسار، السلطة ماخذة مسار واضح ضد المقاومة، إن كان بالتفاوض وإن كان بالإجراءات وإن كان بالأداء وإن كان ب5 آب و7 آب و2 أذار. في قرارات صدرت عن مجلس الوزراء ضد المقاومة، تجرم المقاومة، تعتقل. في مقاومين اعتقلوا واحدهم استشهد. يمكن واحد من اللي يعني تم العثور على جثمانه كان معتقل بأول أيام الحرب عند الدولة اللبنانية، اعتقلته السلطة اللبنانية لأنه كان طالع يقاتل إسرائيل اللي عم تحتل أرضه. يعني ليش البعض استغرب أنه يكون في تضييق على الوصول للألياف الضوئية للمقاومة؟ فإذا برجع بأكد مع حضرتك، شكرا على هذه المساحة، هذا خبر أكيد
أنا أعرف الرئيس الذي اتصل أو من مستشاره الذي اتصل، ومن اتصل بمن اتصل يعني، وأكيد ليس بعبر أطر قانونية، وهذا شيء منه قانوني، وهذا شيء مخالف للقانون، كما تخالف هذه السلطة القانون اللبناني بالتفاوض المباشر مع العدو. هي خرقت القانون أصلا بالتفاوض مع العدو الإسرائيلي. هذا شيء خاص. لا، ما هو كله لا، شيء خاص بدنا نحكي فيه سوا. إذا كله بيكمل بعضه، إنه هذه السلطة عم تتصرف من ضمن القانون يعني، وهي خالفت الميثاق العيش المشترك لما في طائفة تباد وهي عم تروح بمسارات تساعد على هذه الإبادة على الأقل يعني. بما أنك سلمتني كلمة طائفة تباد اليوم، قبل ما أفوت معك بملفات داخلية وسياسية وإقليمية، خلينا نحكي شوي اليوم عن البيئة ككل، بيئة المقاومة ككل. حضرتك دايما بتشدد أنك ما بتحكي باسم حزب الله، بتحكي باسم المقاومة. حضرتك ابن جنوب، وطبعا فكرة العداء إلى إسرائيل هيدي عقيدة تاريخية ما في أي نقاش فيها. اليوم وضع البيئة شو؟ هل هناك فعلا أصوات تلملم جراح هذه البيئة؟ هل هناك صوت شيعي تحديدا قادر اليوم على احتواء هذه البيئة؟ احتواء فكرة كلمة الصمود عم تكون شوي، عفوا مستفز، كل شيء حتى عم تكون، وهذا الصمود الرومانسي. يعني اليوم نحن إذا كنا أنا وياك نحكي هلا عن الصمود تحت الأي سي وقاعدين بمكان في عالم اليوم بيوتها راحت، أولادها راحت، أرزاقها راحت، مين عم بيحتوي؟ مين عم بلملم جراحه؟ بداية أنا منتمي إلى حركة أمل ومنتسب إلى حركة أمل، فأنا أكيد ما بحكي باسم الحزب، وأنا ما بحكي باسم الحركة، بمعنى أنا مني مخول في الحركة، في مكتب إعلامي وفي مستشارين للرئيس نبيه بري ومكتب إعلامي للرئيس نبيه بري، فعشان أنا دائما بثبت من هون. لكن أنا دائما أقول، وهذه تربية الحركة وتربية الإمام موسى صدر، وقت الحرب ما في حركة وحزب، وقت الحرب في عدو مشترك مش بس للشيعة، لكل وطني بلبنان، لكل إنسان يعني كل إنسان في هذا العالم، في نظام إبادة، كيان إبادة عم يشن حرب على فلسطين وعلينا. فبهذه المرحلة في بعض من الحركة بيزعلوا مني، وفي بعض من الحزب بيزعلوا مني كمان يزعلوا. ومرة قريت تعليق إنه حسن الدر مش لاقيها من حدا، إذا انتقد إيران على موقف بيقولوا عنه بيكره إيران، وإذا مجد بالمقاومة بإيران بموقف بيقولوا عنه صار مع الحزب. أنا لا هيك ولا هيك، أنا ثوابتي معروفة، انتمائي معروف، واهتماماتي معروفة، وهالموضوع اليوم بهذه اللحظة بهذه المرحلة إذا أنا عم بأثر 1% بعتبر هذه مسؤولية وطنية، زائد إنه أخلاقية، زائد إنه إيمانية. إيه بهالمرحلة المطلوب يكون في خطاب وطني ضد هذا العدو، ضد جرائم هذا العدو، ما يقوي هؤلاء الناس، ما يعزز ثقة هؤلاء الناس وصبرهم، بس مش بالوهم، مش بكلام منه منطقي، مش بمعنويات غير صحيحة وبغير مكانها وبتعمل إحباط. أنا ما في أقول هلا أنا هلا ضيعتي عصت اللي عم يدفع ثمن. نحن صحيح قاعدين تحت الاي سي، بس نحن من جوا كلنا مكسورين، كلنا حاسين بالحزن. لا عم كمل، عفوا. لا فهماني يعني نحن لا ابدا انا فهمان اللي عم تفضلي فيه. كلنا بمطرح معين خسرانين من اهلنا، من بيوتنا، من ارزاقنا وكذا. وانا مثل كل معظم هذه البيئه بيعتبروا هودي تضحيات لاجل هدف نبيل. عائلتك الكريمه اول من قدمت الطفله امل. برجع بقول هذه تضحيات معودين عليها. الامام موسى الصدر بقول خطنا واضح، يبدا بالتضحيه وينتهي بالشهاده، منه جديد علينا. فمنه ما حدا عم يزايد على حدا بهالموضوع. كل العالم، كل واحد تهجر من بيته وهو دفع ثمن الامان والاستقرار بالبيت والرزق وكل ما حصله يمكن على مدى اعوام بيكون راح. انا اذا طلع انتقد او اذا طلع عبر عن، انا على قناه المنار قلت مش كل ما واحد حكى كلمه بنطلع نخونه. يعني في ناس بتعبر عن حزنها، بتعبر عن وجعها، بتعبر عن المها. مش كل الناس فاهمين القضيه بنفس الطريقه، ومش كل الناس عندها قدره على الصبر والتحمل مثل بعض، ولا كل الناس عندها القدره او عندها الاستعداد للتضحيه مثل بعض. ولكن الجو العام لا، مع المقاومة، مع هذا الخيار، رغم التضحية الكبيرة، رغم الخسائر المادية الكبيرة والخسائر بالأرواح التي لا تعوض، وفي مجازر ترتكب بحق هذه البيئة، وحرب إبادة حقيقية على تاريخها، على تراثها، على ثقافتها. في مدينة صور، هي من أقدم المدن مش بس بلبنان، بالعالم. في مدينة النبطية حاضرة جبل عامل، عم نشوف شو عم يعمل العدو الإسرائيلي. أنا بيجي بقول لهذه البيئة انه اذا حكت وعبرت ممنوع، بس بنفس الوقت كمان اذا حكت وعبرت مش معناتها تخلت عن هذا الخيار، هذا طبيعي. فهذه البيئه بتقولي مين في عم بيعبر عنها؟ لا، في عم بيعبر عنها بالسياسه الرئيس بري والاخوه بالحزب والاخوه بالحركه، يعني بالمسؤولين من مختلف اتجاهاتهم. ولكن في فقد كبير اسمه السيد الشهيد حسن نصر الله، في مساحه لا يمكن لاحد ان يملاها.
الحرب النفسية اللي كان يعملها على العدو، وحرب الاطمئنان اللي كان يعملها على البيئة، وهذا المعنويات التي كان يبثها. السيد حسن نصر الله كان بحد ذاته منظومة إعلامية وثقافية وسياسية لا يمكن أن تعوض. لأجل ذلك يمكن عم نسمع أصوات بمطرح، في ناس بدها حدا يطمنها، في ناس بدها حدا يوضح لها الأمور أو يرسم لها المسار، علما أنه المسار كخيار مرسوم، وهذه البيئة وهذا الجمهور وهذا المجتمع من حزنه بيحكي، من قهره بيحكي، من وجعه بيحكي، صح، من كل هودي بيحكوا، ولكن خيار واضح وثابت ولن يتغير. والإحصاءات بتقول هيك، الأرقام بتقول هيك، وفي استطلاع رأي رح ينشر قريبا وحتى من خارج البيئة الشيعية. في صوت طلع عالي جدا 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 بأول الحرب، صوت يميني مثل ما قال الوزير جنبلاط امبارح، صهيوني أكثر من الصهاينة وإسرائيلي أكثر من الإسرائيليين. اليوم هذا الصوت انخفض وصار عم يطلع من البيئات الأخرى، إنه خصوصا بعد صدور البيان الثلاثي من واشنطن، انه بالاخر في لبنانيين ما بيقبلوا على حالهم هذه السلطه، في كرامه للبناني، في تاريخ لبنان، في اسم لبنان، في ارزه لبنان. انت رحت اعطيت اسرائيل كل شيء، سمحت لاسرائيل ان تبقى بارضك، وطلبت من اهل الارض يفلوا من ارضهم. هذا المسار عم بيخلي هالبيئه تتاكد اكثر انه هذا الخيار الاخر بيوصلنا نخسر ارضنا. عشان هيك دائما اقول ثمن الحرب مع اسرائيل اقل بكثير من ثمن السلام او الاستسلام لاسرائيل. صح. عم تتكلم استاذ حسن عن المفاوضات، يعني زبدة الكلام تبع حضرتك عن المفاوضات، ذكرت أن نحن ذاهبون عراة إلى المفاوضات، أو ذهب الوفد اللبناني، كان عنده شيء طقم كثير مرتب وبدفي اسمه المقاومة يعني. حتى امبارح وليد بيك جنبلاط قال انه الوفد اللبناني يحب اسرائيل اكثر من اسرائيل. حتى الاعلام العبري كان في مقال عم بيحكي انه عفوا على الوصف، انما مثل ما وصفوا انه هناك غباء للوفد اللبناني انه تخلى عن ورقه المقاومه. شو كان في حلول اليوم؟ يعني هل اليوم يعني كان مجبر او كانت السلطه اللبنانيه مجبره انها تفاوض، ما في حلول ثانيه؟ لا، مجبرة تاخذ هذه الخيارات، لانه هي ايش لتعمل هيك، مش انه ما في حلول ثانيه، في حلول ثانيه اكيد. هي عينت لتعمل هيك. طبعا اتي بهؤلاء الى السلطه حتى يقوموا بهذا المشروع، حتى ينفذوا هذا المشروع، وسيتركهم ترامب في منتصف الطريق. وهنا انا عم سجل بكره بنذكر بعض يعني. هذه السلطه لا عم تتعلم، بديش يعني مش كمان ما في نقول مش عم بيتعلموا. وانا دائما بنقاشات مره فوق الهواء ومره تحت الهواء بقول لهم انتم عم تحكوا مع اشخاص كانهم هن عندهم حريه راي. لو هن عندهم حريه راي وقرار، كيف بيقبل رئيس الجمهوريه تعمل معه مقابله سي ان تتمسخر عليه؟ حطت العنوان رئيس جمهوريه لبنان يدين ايران بينما اسرائيل تقصف لبنان. يعني ماذا يمكن فهم هذا العنوان؟ طب برايك، لانه عفوا شوي، لانه حضرتك قلتي عن الاعلام الاسرائيلي وصف بالغباء. من يومين سيمون كرم السفير عامل لقاء لبعض اصدقائه وبعض الاعلاميين، انه هو عم بيقول انه شو يعني مفاوضات شاقه، انه قال الاسرائيليين كانوا عم بيهرروا بدهم يفلوا، وانا قلتها من باب التحليل انه امريكا كتبت لهم البيان ومضوا عليه. فقال تدخل الامريكي، بلاش اعطيهم شيء اسرائيل، قام تدخل الامريكي وكتب هذا النص وكتب عباره توقف اطلاق نار بس ليرضي اللبنانيين او مضوا عليهم. مضمون الكلام يفهم منه هيك. هذا يؤتمن على مصالح لبنان، على سياده لبنان، على كرامه لبنان، على دم اللبنانيين اللي استشهدوا بهذه الحرب. طب اليوم فاذا السلطه عفوا كان عندها خيارات كثيره، تكون وحده الموقف السياسي، كانت قادر تحكي مع المقاومه اللي هو المكون كبير في البلد ويمثل مش بس الشيعة، جزء ايضا من طوائف اخرى. راح استسهل يحكي مع العدو الاسرائيلي خلافا للقانون، وما حكى مع اهل الارض، بل حاصرهم، طلب من الجيش ينسحب بوجه العدو، من وجه العدو، وطلب من نفس الجيش يقاتل اللي بده يقاتل العدو. هيدي بكره بتتسجل بالتاريخ، مش صايره نظريه سياسيه بقى منه. نحن لانه حريصين على البلد، نحن اذا بنحكي الامور مثل ما هي، اقل توصيف لهذه السلطه شو يعني، مش رح اقولهم يعني، بس هذا شيء مخزي، معنا مش صايره بالتاريخ. في حدا طلب من جيشه ينسحب من قدام جيش العدو، وطلب من نفس جيشه يقاتل اللي بدهم يقاتلوا العدو. عم تحضروا قنوات عربيه لما يحكوا مع الاخرين عم بيهزئون انه شو مين كيف. ونحن ضابطين نفسنا وقبلانين لانه قناعتنا مش عن ضعف. نحن بنقدر، هلا بديش اقول كمان احسن تاخذوها عنوان نحن بنقدر نعمل كثير اشياء، ولكن عن قناعه انه هذا البلد اذا فقد اي مكون من مكوناته الطائفيه بيخرب، ببطل لبنان اللي بنعرفه. الامام موسى الصدر على قناعه انه هالبلد لازم يبقى بهذه التشكيله، بهذه التركيبه، رغم كل البلاءات اللي موجوده فيه، ورغم انه كمان في استطلاع راي اللي عم بقول لك عنه رح يصدر قريبا، مش بيدعوا انه لانه القوات اللبنانيه مثلا او رئيس حزب القوات اللبنانيه اكثر حدا بيعبر عن
الموقف المعادي للمقاومة. البيئة المارونية مش مزبوط إنه أكثريتها ضد المقاومة أو مع هذا المسار. عم نحكي عن البيئة اللي هن مصورين إيه في فريق سياسي ممول، عنده قدرات وإمكانات، صوته عالي، عنده إعلام، عنده سوشيال ميديا، عنده جيوش إلكترونية، عنده صحف، عنده برامج فتنة كل الوقت، عنده اللي بدك إياه عالميا ولبنانيا وعربيا ولبنانيا. الصوت كثير عالي، بس حقيقة المجتمع اللبناني هيك لا، ما بيقبل اللبناني على نفسه هذه الإهانة التي توجهها لها هذه السلطة بهذا المسار. طيب كل شيء عم تحكيه هو كتير واقعي وحقيقي وبمسنا كلنا، انما في سؤال عطوري بيطرح نفسه. طب وبعدين شو؟ يعني قد ايه المقاومه بدها تضلها، قد ايه قادره اليوم توصف او تقدر يعني تستغل الانتصارات في الميدان؟ اللي عم يسمعنا يمكن بكره او اليوم بتقول انه الصبح كان المصادر الحدث، رغم انه ما كثير انا بامن فيها، انه بعيد الاسرائيلي 3 كيلومتر عن مدينه النبطيه. امبارح وادي سلوقي اعلن رسميا سقوطها. طيب اليوم قد ايه بدها تضل المقاومه؟ يعني هل هيدي تقاوم الى الابد؟ شو الحل؟ يعني اليوم بيجي بقول لك الجنوبي انه انا ما في كل 10 سنين اظهر من بيتي ويتدمر قريتي وارجع. طب شو الحل؟ هلا بالنسبة للمسار الميداني بالأول، بعز قوة المقاومة لما وصلت للذروة، السيد الشيخ حسن نصر الله كان يقول نحن لا نستطيع منع الجيش الإسرائيلي من الاحتلال، نحن نستطيع تكبيده خسائر ومنعه من الاستقرار. هلا اللي بده ياخذ، كان في خطاب خاطئ بلحظة سابقة، كانوا يحكوا عن احتلال الجليل، ايه من وقتها كان ينتقد هذا الخطاب. في ناس علقانة هناك بس ما بيشوفوا الجزء الثاني من الخطاب، في موجودين. نحن لا يوجد مقاومة تستطيع أن تصد جيش بحجم الجيش الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك. أنا عم نقول لك عن مسؤول أمني لبناني، وأنا قبل شوي سألتيني عن مصدري، أنا ما باخذ معلومة من مصدر واحد، مثل أي واحد بيهتم بمصداقيته وبيحترم الناس وبيحترم المعلومة اللي بيقولها. أنا بشوف بيانات المقاومة وبوثق فيهم، بس أنا بقاطع مع أيضا مع القوى الأمنية اللبنانية. فعم بيسألوا وقت سقطت زوتر، لما فاتوا على زوتر وتلك المنطقة، هو يعني الضابط قال لا يوجد جيش بالعالم عنده كثافة النار التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقف بوجه الجيش الإسرائيلي. ما تفعله المقاومة في لبنان معجزة، رغم كل الضربات اللي حصلت. بعدهم هؤلاء الشباب موجودين بأرضهم وعم يدافعوا. أول امبارح بمجد زون تقدمت إسرائيل، العدو الإسرائيلي صار لها مجد زون 3 سنين بالحرب، 3 سنين تقصف، يعني من 7 تشرين، من 8 تشرين لليوم. هلا اكيد مره بتزيد، مره بتنقص، مره بتكون في حرب كامله، مره لا، بس بعده تقدموا وتصدوا لهم ورجعوا تقدموا مره ثانيه ورجعوا لهلا بعدوا باتجاه الحرفه. هذه المقاومه لا انت تضل هيك طالما هذا العدو موجود على حدودنا، وطالما هذا العدو طامع بحدودنا، وطالما هذا العدو هو عم بيصرح انه بده جنوب الليطاني مثل ما بقول سموتريتش وبن كفير وغيرهم، وطالما هذا نتنياهو بده شرق اوسط جديد وبده اسرائيل كبرى، وطالما انه في ضعف للدوله، وطالما الدوله ممنوع تعمل جيش تسلح الجيش ليحمي الجنوب، وطالما كنا دائما نستشهد بالماضي بالسيد موسى الصدر، هلا عم نستشهد ب 15 شهر من 3 اشهر. شو كان طلع الشعر على لسان السيد موسى يقول لهم للدوله اللبنانيه طلعوا الجيش يحمي الجنوب. الدولة تعتبر الجنوب مش جزء منها، مثل ما قال وليد جمرات امبارح، قال البعض لا يعتبر الجنوب اللبناني جزء من لبنان. مش هيك؟ سيد موسى ليش اعمل هذه الخطابات او هذه الشعارات؟ من ضمن لن نقبل ان يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألما. ليش كان عم بقول هيك؟ لانه كان في حدا تارك الجنوب لاسرائيل، بتقتل وبتدمر وبتعمل انزالات وبتخطف ناس، والدولة بتعتبر حالها مش معنية. الدولة بالنسبة لهم سويسرا الشرقية جبل لبنان وبيروت. أستاذ حسن الدر قال بيروت مش أحسن من أكيد ولا حدا أحسن من ما جاي هلا. فكان هذا التاريخ فكرنا نحن مضى وانتهى. اجى رئيس الجمهورية أول ما انتخب جوزيف عون، راح لعنده وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. يمكن اللي بينسى شو بيقول ما بعرف، أو بيقول هو بكل مرحلة بيقول اللي بده يقوله يعني. قال قدام وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هذا القول إنه لن نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألما، وقال لولا فراغ الدولة ما كان نشأت مقاومة. قام إجا ب 15 شهر عملنا نفس السيناريو، انسحبت المقاومة وسلمت سلاحها وأعطت الدولة كل شيء، وانقتل 500 لبناني، منهم أطفال ونساء قدام أهلهم، ومنهم شباب قدام أولادهم وقدام أهلهم كمان،
والدوله بتعتبر حالها مش معنيه، ولما اطلقت المقاومه 6 صواريخ طلعت نحن اللي فتحنا الحرب. مع هيك دوله ايه رح تبقى اهل الجنوب عم بيتحملوا وعم بيدفعوا الثمن عن كل لبنان. لما تيجي دوله تقرر تتحمل المسؤوليه، اهل الجنوب مثل ما كان يقول السيد موسى هلا بنقول لهم روحوا اعملوا واجباتكم، نحن لسنا هواة موت ولا هواة قتل ولا هواة مثل ما تفضلت قبل شوي كل 10 سنين نتهجر وننزح وندفع ثمن غالي جدا من شبابنا ومن ارزاقنا ومن بيوتنا ومن قرانا، وهلا مدننا عم تمسح. لو الدولة عم تقوم بواجباتها نحن مش مضطرين نعمل هذا المسار كله. وجنوب في شيء اغلى شيء من جنوب بالعالم، مش بس لبيروت، مع احترامي لرمزية العاصمة. انا كنت عم بحكي وهذا كان موجه الكلام الايراني مش اللبنانيين، لانه هذا الكلام استفز الجنوبيين. هذا الموضوع. طيب اليوم ايران سكرت مضيق هرمز، كان هيك بالاعلام وبالوسائل التواصل كرمه لعيون لبنان، وهذا الشيء كمان قوى بيئه المقاومه اللي كانت على طول تنهد انه ايران تخلت عنكم، انتم عملتوا حرب كرمال ايران، مع انه اكيد يعني على الصعيد العسكري والميداني اليوم المقاومه استغلت حرب القائمة في إيران وأطلقت الصواريخ ال6 كمان يكون لبنان ضمن البند الاتفاق. اليوم إيران هناك مفاوضات. ترامب ليلة أمس كان عم ببشر العالم باتفاقية عظمى. هناك حديث عن توقيع اتفاق يوم الأحد في جنيف، مع انه يعني قرب عيد ميلاد ترامب، وانا هذا بعتبر اكيد بدي يمكن نعملها هديه نوقف الحرب عيد ميلاده. ممكن. أين لبنان اليوم في اليوم التالي بعد توقيع هذا الاتفاق؟ عشان نوضح هذا المسار، لما نحكي عن البيئة اللي حضرتك بلشت ومهم نضوي على الموضوع. ايه صارت بعض العبارات تستفز، يعني بتقولي له انتصرنا، بقول لك كيف انتصرنا وضيعت المسحت مثلا؟ لأنه كنا عم نحكي معناه عم بقول لك بمطرح معين مش كل حدا عنده التشخيص، نفس التشخيص ونفس الفهم للصراع وطبيعة الصراع، وبتقولي له انت عم تقاتل امريكا واسرائيل. يعني بالاخر امريكا واسرائيل لتوقف بوجههم بدك تدفع ثمن كثير غالي وثمن كثير عالي يعني، وصعب التحمل. اللي عم تحملوا هذه البيئه الصابره والمجاهده والمقاومه، وهذا مش مورفين، هي حقيقه مش بيع كلام يعني. فانا لما حكيت عن صور وبيروت والنبطيه والضاحيه كنت عم بقول بالنسبه لابن صور اهم مدينه بالعالم، وبالنسبه لاهل النبطيه اهم مدينه بالعالم، وبالنسبه لاهل القريه الفلانيه نفس الشيء. انت ما فيك تقول له، لانه كان في خطا كمان كنا نلوم الدوله على وقع الايراني فيه، انه لما تنضرب الضاحيه بقول تم خرق وقفه لك نار. شو عم تقول للناس يعني انه يعني كل المجازر اللي بالجنوب وكل الدمار وكل الخراب هذا وقفه لك نار؟ هذه المعادله كانت حتى يعني استغلها حتى الاسرائيلي، يعني صار يفش كل خلقه. ايه انا عم بقول الاخوه بايران مره استعملوا هذه العبارات، وبعتقد يعني انا من ضمن اللي لفت نظر للي معنيين ولفتوا نظر انه انت ما فيك تقول لانه انضربت الضاحيه صار في خرق لوقفه لك نار، يعني انت معتبر انه اذا الجنوب انمسح في وقفه لك نار. يعني احنا كنا نلوم السلطه في لبنان انه انت كيف تقبل على نفسك تقول في وقفه لك نار، معتبرينه هذه كذبه وهذا وهم. فكان الكلام بهذا الاطار. بالنسبه للاتفاق، انا اول من قال انه الحزب دخل الحرب ليستند الى ايران وليس العكس، وانا اول من قال خليني لعل من اول من قال انه بيان الحزب كان فيه مشكله، وتوقيت الضربه كان فيها مشكله. الساعه 1:30 بعتقد بشهر رمضان عملت ارباك للناس، الناس بتفيق تتسحر فقت لقت حالها بالشارع. ارباك وغضب ايضا يعني. تمام انا عم بقول بس، ولكن اصل ان تدخل المقاومه الحرب يعني تشارك بهذا الحرب، هذا قرار من افضل القرارات اللي اتخذتها المقاومه. هذا تقديري حتى نصل للي وصلنا له امبارح، اللي عم بيقوله الايراني من اول يوم، واللي التزم فيه الايراني مع الرئيس نبيه بري، وملتزم فيه مع الحزب، وملتزم فيه مع نفسه بالاخر ومع قناعاته، انه لن يترك لبنان وحيدا. اليوم امام اسرائيل الجديده، حتى المقاومه ترجع تعيد تتكيف مع هذا الواقع. اذا بقيت اسرائيل بارضنا، اذا نحن بدنا نقاتل بدنا 20 سنه لنحرر ارضنا. الامل ان تحرر ارضنا باتفاق ايراني امريكي. يمكن بعض اللي عم يسمعني هلا يعني بيقولوا هلا، انا بقول لك شو رح يقولوا، بيقولوا انه السلاح طلع ما بيحرر، لكن خلي لا بيحرر ولكن بده وقت، لانه في هذا حكينا عن اسرائيل جديده، اسرائيل متحفزه، اسرائيل عندها استعداد لتحمل خسائر اكبر. المقاومه بعد تلقت سلسله ضربات من 2000 يعني من 8 تشرين لليوم، يعني صارت كثير مستخدم العباره لو تعرضت لها جيوش لانهارت، ولكن المقاومه بعدها صامده وبعدها موجوده.
فالفكره اللي عم اقولها كان في واقع ب 15 شهر، المقاومه لحالها ما بتقدر تغيره، كانت تنتظر فرصه لتغيير هذا الواقع. صارت هذه الحرب الاقليميه حتى نكون جزء منها. انا مره عملت تصريح، نقلت معلومه، زعلوا مني الحزب، بس هي معلومه وانا مصر عليها وبعرفها انه صح، يعني انه بحرب 12 يوم احد قاده ايران نصح الحزب ان يدخل في الحرب حتى يكون جزء من طاوله التفاوض. كان راي الحزب، ردوا له برساله، كان رايهم انه بعدهم مش جاهزين. وصلت الرساله كان مستشهد القائد الايراني. كمان كنت عم بعطي المثل لاقول انه مش مزبوط انه ايران تؤمر انه فوتوا ما تفوتوا، كان عم ينصحوه النصيحه انه اذا فتوا بهالحرب تكونوا جزء من التفاوض. هاي المره كانت المقاومه عامله اجراءات ومغيره مطوره بادائها، وفاجأت الاسرائيلي بالاف بي في وكل هذا المسار، وكان عندها القدره الى بالدخول بالمشاركه في هذا الحرب لتكون جزء من الحل. اليوم لبنان موعود بهي الصيغه، قلتها سابقا ارجع لها مع حضرتك. في وقف اطلاق نار، ورقه التفاهم اللي عم يحكي عنها ترامب يمكن تتوقع الاحد او الاثنين. في وقف اطلاق نار شامل في لبنان. بالمرحله الثانيه اوكي، بالمرحله الثانيه يعني بعد شهر من هذه بسموها ورقه نوايا، حتى تثبت النوايا بده يروحوا على تفاوض على الاتفاق النووي خلال 60 يوما. لن يوقع، انا هون عم بنقل ما قاله الايراني ملتزم به، لن يوقع الايراني اتفاق نووي مع امريكا الا عندما تنسحب اسرائيل من لبنان. هذه ما تلتزم به ايران امام لبنان واللبنانيين. هل هذا منا؟ هل هذا بس وفاء؟ هل هذا نتيجة العلاقة الثقافية والأخلاقية والدينية والمذهبية؟ هودي جزء كتير مؤسس لهذه الفكرة. كمان أنا امبارح قلت إيران مش كاريتاس، إيران دولة كبرى في الإقليم لها مصالحها، وعلى رأس أولوياتها ومصالحها أن تكسر كلمة نتنياهو وشوكة نتنياهو اللي صار له 3 سنين بيقول أنا قضيت على محور المقاومة، مش هيك؟ إذا إيران استطاعت أن تفرض وقف إطلاق نار في لبنان يعني أعادت إحياء محور المقاومة، يعني كسرت كل خطاب نتنياهو على مدى 3 سنين، وهذا مصلحة كبرى لإيران، وهذا يعادل الاتفاق النووي بالنسبة لإيران أو البرنامج النووي بالنسبة لإيران، لأنه بالآخر عم تقول إيران أنا حضوري إقليمي، وإذا أمريكا اعترفت لها بهيك قبلت بأن يشمل اتفاق لبنان، يعني أمريكا اعترفت بأنه إيران دولة إقليمية لها نفوذ في الإقليم. ما جنن نتنياهو إنه إيران لما هدد الضاحية طلعت هددته، لما ضربت الضاحية طلعت ضربته. هذا اللي طلع قال أنا غيرت الشرق الأوسط وأنا قتلت حسن نصر الله، تعبيره محور المحور حتى غير مفتاح تغيير الشرق الأوسط، وصار الشرق الأوسط كما يريد وجاب أمان لإسرائيل. طلع إيران هلا على بعد 1500 كيلومتر بدها تفرض عليه شروط في لبنان، بدها تحط له حدود في لبنان وبتعمل له معادلة في لبنان. كل إنسان يشيل عاطفته على جنب ويفكر بهذه المتغيرات الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة، يشيل حبه الأعمى لإيران أو كرهه الأعمى لإيران، ويكون منطقي ويقرأ المشهد بالسياسة. بالسياسة نحن أمام هذا الواقع، نهاية هذه الحرب إذا انتهت على هذا الاتفاق، إذا ترامب ما غير رأيه اليوم الصبح أو بكرة الصبح يعني أو بعد شوي، هذا اتفاق سيغير وجه المنطقة. قلت أنا من أشهر من بداية الحرب نتنياهو كان يريد شرق أوسط كما يريده هو، لن تنتهي هذه الحرب إلا بشرق أوسط مش كما تريده إيران، ولكن إيران شريكة في صناعته والمقاومة يعني. طيب ونحن وين؟ يعني نحن لبنان وين؟ يعني أنا إذا فينا هيك ما بعرف، هذا مصطلح جديد يمكن أنا اليوم طلعته، هل رح يكون لبنان مقسم فدراليا دوليا؟ يعني اليوم الشيعة وولاد هيدي البيئة بتاخذهم إيران، مش بتاخذهم، مش بترحلهم، ما فهمني غلط، بتاخذهم يعني بتحتويهم سياسيا اجتماعيا، واللي بده اسرائيل والسلام ما عم يشرب بيره بتل ابيب، ما نحكي هذا الموضوع هلا، بيكون بهذا الاطار. هلا كل عمره لبنان مقسم هيك، يمكن لاول مره في الشيعة في مقسم ديموغرافيا هيك. لا مش تقسيم جغرافي، عم تحكي طائفي. كل عمره اللبنانيين مرتبطين بدول كجماعات يعني، الا الشيعة ولا مره كانوا مرتبطين بدوله. هلا اجت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه صار في هذا الربط مع الحزب يعني، كمان مش مع الشيعة كشيعة، مش كل الشيعة بيؤمنوا بهذه الفكره، ولكن كل عمره المواري مرتبطين بفرنسا، هلا بعدين بامريكا، والدروز بانجلترا وغيرها، او بروسيا وغيرها من الطوائف يعني، والسنه بالبعد العربي وقبل العثماني. فمنه شيء جديد انه في هذه الفدراليه اللي عم تحكي عنها الوهميه خلينا نسميها، لا دوليه عم بحكي بالاخر انه دول ترعى طوائف بشكل تام يعني، بشكل واضح وتام لا قصدي اقول هالفكره منا جديده، موجوده سابقا كانت، وكل الطوائف كل طائفه في لبنان لها دوله
تهتم به إلا مصالحها الشيعة كانوا الا الشيعة ما كانوا، يعني كمان هي حقيقه تاريخيه، يعني ما لها علاقه بالموقف. عم نحكي تاريخ. اليوم في احكي بصراحه. طبعا. طيب، في مشكله عند البعض. في البعض اعتبر انه اغتيال الرئيس السابق بشير جميل قضى على الحضور الماروني في لبنان، وهذه حقيقه، او اثر على الحضور الماروني في حضور لبنان سياسي طبعا، وحتى الشعب يعني بالاخر ما في بعد حروب التحرير والالغاء كثير من المسيحيين غادروا البلد. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري كمان تاثر الحضور السني السياسي في البلد، وقبله اغتيال كمال جنبلاط نفس الشيء مع حفظ الالقاب للجميع. في حدا معتبر بلبنان عم بيتصرف على طريقه انه اغتيل السيد حسن نصر الله، وبالتالي على الشيعة ان يدفعوا نفس الثمن. طيب وليه ما يعني شو اللي بيخلي انه ما يدفعوا نفس الثمن؟ بيخليهم انه ارتباطهم هن مش فهمانينه بايران مش مثل ارتباطهم هن بامريكا. ارتباط عقائدي ارتباط الشيعة إيديولوجي. بايران مش مثل ما هن مفكرين. الشيعة لبنان لهم الفضل على ايران وليس العكس. تاريخيا هيك، بالمعنى الثقافي وبالمعنى الديني وبالمعنى السياسي وبالمعنى اللي بدك اياه. هلا قويت ايران بحجم ايران اليوم، ما قامت به ايران، حضورها الاقليمي والدولي، ايه اليوم هي المؤثر الاكبر بالاقليم، مش بس هون. شيعة ايران ليه ما بيحبوا يسمعوه البعض؟ ايران تعتبر انه لبنان، شيعة لبنان هن درة شيعة العالم. انا سمع من مسؤولين ايرانيين هن يتباهون بذلك، بيعتبروا شيعة جبل عامل درة شيعة العالم. هذا الايراني هيك شايف. امبارح كان يعني الاسبوع الماضي كان في لقاء مع الاستاذ علي هاشم، كنت انا عم بعمل معه لقاء، عم بيحكي معلومات الزلمه انه كل سنه او كل فتره بيجي اسماء مقترحه مين ممكن يكون خليفه السيد علي الخامنئي، يعني هو بيطلع عليهم فارى اسماء، قال له ليش اسم السيد حسن نصر الله مش هون؟ يعني هو كان معتبر انه قد يكون ولي فقيه على ايران يعني الولي الفقيه السيد حسن نصر الله. الرئيس نبيل بري اللي قال لي كل ما يتعلق بلبنان وحتى بالملفات العربية إيران تستشير الرئيس المبري، تأخذ رأيه. هلا هذا العلاقة فتحت بس خليني أكمل هالنقطة بس فتحت باب اليوم على الرئيس بر. لا شو فتحت باب، شو مستحي بهذه العلاقة؟ بالعكس، لا مش هو يفتخر بهذه العلاقة. هو يفتخر بهذه العلاقة، وهذه العلاقة تاريخية ومنا جديدة، البعض مش فهمانها. فأنا اللي عم بقوله إنه علاقة لبنان بإيران، شيعة لبنان بإيران، منا علاقة تبعية مثل ما البعض بيحاول يصورها. لما نتنياهو بيقول حسن نصر الله كان يحرك ايران ولم تكن ايران تحركه، يعني قاتله عم بيقول عنه هيك. في فريق بلبنان مفكر انا حاله هو، ها بصير واحد اسير فكره، انا حاله بهذه الفكره وعم بيعاملنا على هذا الاساس. يا حبيبي اذا انا خسرت حرب مع اسرائيل انت شو خصك اول شيء؟ وانت كيف تقدر تنتصر علي هذا الحضور الموجود لهذه الطائفه بالبلد، ان كان ديموغرافيا، ان كان ثقافيا، ان كان تعليميا، يعني بكل المجالات، ان كان اقتصاديا، كيف تقدر تلغي هذه الطائفه؟ بيقول لك او تاثر عليها؟ بيقول لك ما بيشبهونا. هلا يقول شو بده يقول بالاخر؟ لا هو هيك هن ما بتشرفوا يشبهوا هيك ناس، يعني لا اخلاقيا ولا بالشكل ولا بالمضمون، هذا موضوع اخر. وهيك انا عم بحكي عن السياسه هلا، مش عم برد على بعض المرضى، عم بحكي سياسه. كيف يمكن بالسياسه ان تلغي طائفه متجذره بارضها دافع هذه الاثمان الغاليه دفاعا عن ارضها؟ عم تقاتل اليوم، بيقاتل. برجع انا بعطي مثلا عن ابن ضيعتي لانه يعني هلا على خط النار، انه هذا اللي قاعد هلا بضيعته عم بيقاتل، عم يدافع عن ضيعته، هلا عم بيقاتل كرمال ايران، لو هو اصلا عارف شو عم بيصير، لانه هو عم يتابع هلا ملف المفاوضات وعم بيعرف شو صاير وشو مش صاير. ففي ناس انه هالقد استخفت وهالقد استسهلت انها تطعن بدم ناس وبتضحيات ناس وبهويه ناس، وصارت عم تحكي عن انتمائهم وعم تحكي عن عقيدتهم، وصار بدهم يغيروا لنا مناهج التعليم بدهم يرحلونا. إذا كملوا بهذا بنرجع للأصل، لو ما نحن أولاد ناس، ولو ما نحن أولاد وطن عن جد، ولو ما نحن عندنا أخلاق، هودي مش لازم نعيش معهم أصلا. بس نحن مضطرين لأنهم قبلانين، رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. سلمتني على أكثر يعني كنت هيك أسئلة كنت عم بفكر إنه أهرب منها، بس لا بدي أحكيها. ليه تحولت من شيء اسألي بدك إياه. ليه تحولت تل أبيب بمخيلة الشباب اللبناني من عاصمة كيان معادي إلى رمز للحياة الطبيعية والازدهار؟ حتى يعني اليوم نحن مش بقول لك بدي أروح أسهر بتل أبيب، إنه نحن اللي بده يجي يسهر بيجي بيسهر عنا ببيروت، يعني بيجي بيسهر ببيروت. كيف هيدا الوعي كيف تشكل؟ مين قال انه يعني كان بدي خالفك انه عند الشباب اللبناني مين قال هيك؟ يعني مين عمل؟ لا انا ما بقول شباب اللبناني في تقرير تمام، في تقرير انعمل
بيطلع بين في 4-5 شباب وصبايا، مش هيك؟ طيب they party like us. هذا عم حضرتك تحكي عنه؟ ذكرت باول كلامك استاذ حسن، ذكرت انه هن قليل بس الاصوات عاليه. تمام، انا اليوم اعترضت تقول على أنت فكره انه الآلية. اعترضت على فكره انه الشباب اللبناني، لا. لا بدنا نكون نوضح. في تقرير طلع او دعايه لتضوع هالفكره، قديش كم واحد بين بصوره 10، وفي برنامج عم ينعرض كمان ليسوق لهالفكره، كم واحد طلع فيهم؟ هو بيعبروا عن الشباب اللبناني؟ اليوم تل ابيب هن بالارقام ما بيعبروا ولا بيعبروا عن النسيج اللبناني، بس عم نحكي نحن اليوم وقت بيجي سهل استغلال، لو كان شخص واحد سهل استغلال هذا الصوت. لو عندنا نحن دوله بتحترم حالها وبتحترم قانونها، هودي بنحطوا بالحبس. عم تواصلوا اعلاميا ما قدروا يهدوا. طيب لو في عندنا دوله هن بدهم دوله القانون والمؤسسات والدستور، لو في دوله بتحترم حالها هو بينحطوا بالحبس، اللي عم بيحرضهم واللي عم بيقولوا هالحكي. طب هو اليوم اسرائيل كيان معزول دوليا من اصدقائه اللي هن عملوه، اللي هن ساندوه. اليوم اكبر الاعلاميين اللي كانوا عم بيدافعوا عن اسرائيل بعد 7 تشرين عم بيدينوا اسرائيل وعم بيقولوا عنها كيان اباده، وعم بيحكوا عنها انه معزوله كليا عن العالم. اليوم اسرائيل دافعه ملايين، يمكن مليار، خلينا نقول مئات ملايين دولارات لبلوجرز بالعالم ليرجعوا يبيضوا صوره اسرائيل. ايه في بعض المرضى قلت لك في لبنان اللي عندهم عقد تاريخيه وعندهم عقد نفسيه تاريخيه وعقد وطنيه تاريخيه، عم بيحاولوا يعملوا هيك ليستفزونا، ولكن انه هو هو عم يدين حاله. بقول لك بدي اشرب بيره بتل قلبي، ليه؟ يعني البيره بيصور شو بتضرك يعني مثلا، او بالجبال او بالناقوره، او اذا بده يرقص ببيروت، يعني شو بتفرق بتل ابيب؟ فهودي الناس ايه عم بيحاولوا يبينوا هذه الصوره عن لبنان، وهذه صوره غير حقيقيه. بما انك حكينا نحن كمان عن الداخل اللبناني، هيدا العقد الوطني الموحد ممكن نرجع واحد، يعني يرجع نظرتنا للعدو واحد، حتى لو كان يعني حتى يمكن نحن كمان، لانه انا بنت جنوب مع انه ترى تكون موضوعيه، بس حتى نستعمل كلمه السلام مع اسرائيل بتحسها ثقيله. يعني فكره السلام مع اسرائيل، طب هيدا المشهد كيف بده يخلص؟ يعني تجميد صراع، سلام، تطبيع، شو بده يصير؟ هلا هذا الموضوع منه يعني من اول مره بتمرق لبنان بتحديات مثل هي، ومرقنا بحرب طويله عريضه 15 سنه كانت اسرائيل جزء منها، وحلفاء اسرائيل اللي كانوا ياخذوا سلاح من اسرائيل. بالمناسبه على قصه العقل والمنطق، انه بيقول لك نحن مضطرين كنا ناخذ سلاح من الشيطان اللي قصده اسرائيل هو لندافع عن انفسنا، بس ممنوع نحن علينا هلا ناخذ سلاح من ايران ندافع عن انفسنا بوجه اسرائيل. هو وصفها بشيطان بالمرحله عم بيقول لانه تحاصرت، عم بيبرر لحاله، اخذ سلاح من اسرائيل وحالفها لانه كان محاصر ومهدد وجوده. طب هلا اسرائيل عم تهدد وجودي، اذا انا باخذ سلاح من ايران بكون انا عميل لايران. نرجع للتناقض والازدواجيه. منه اول مره بيمرق لبنان بهذه التحديات. ب 83 تم يعني حكومه سلطه امين جميل عملت، الرئيس السابق امين جميل عملت اتفاق سلام مع اسرائيل اسمه 17 ايار، مرق بالحكومه وتصوت عليه بمجلس النواب، ولكن الاراده الشعبيه اسقطته برئاسه الرئيس نبيه بري، بقياده الرئيس نبيه بري وحركه امل بذلك الوقت، وايضا الحزب الاشتراكي والوزير السابق وليد جمرات والقوى الوطنيه اللي كانت مشاركه في ذلك الوقت. وهذا الصراع على هويه لبنان منه جديد. للاسف صوتهم عالي لانه صار في مسار تطبيع عربي. بالمناسبه ايضا هلا هي بيحمل الحكي كثير، هودي كانوا يأنفوا انه تقول عنهم عرب، لأن هلا حاملين الامام موسى الصدر هو اللي حط بمقدمه الطائف، هو قبل ما يعني من اول ما بلش الحرب الاهليه قال لبنان عربي الانتماء والهويه، وطن نهائي لجميع بنيه. كانوا يقولوا ذو وجه عربي، ما كانوا يقبلوا هن هودي هلا اليمين اللي هن بيقولوا انه حلف للخليج وحلف للسعوديه وحلف لكذا، عم دافعوا عن الشام كمان اخر فتره، لانه في قاسم مشترك بالنسبه لهم انه في تطبيع مع اسرائيل. صاروا هلا عم يزيدوا علينا بالعروبه، بس هن كانوا يأنفوا انهم عرب، هن ما يقدروا تقولي عنهم عرب، هن غربيين او هن فينيقيين، هن حضارتهم ليست عربيه وثقافتهم ليست عربيه. فهذا الصراع منه جديد، الصراع على هويه لبنان ليس جديدا. في لبنان على الاقل بالحد الادنى بدون مبالغات نصف الشعب اللبناني يعتبر، مش انه نصف الشعب اللبناني تاثر بشكل مباشر بهذا العدو قتلا ودمارا، في ثأر كبير. مش مسموح لحدا يروح يعمل سلام مع اسرائيل. شو الحل؟ الحل شو ما كانت الحلول؟
طيب بالاخر ما حدا يعني. في اليوم عم تحكي انت من 2023 لليوم تجاوز عدد الشهداء 10,000، تجاوز عدد الجرحى 20-30,000، بيوت مدمره، قرى ممسوحه، مدن مهدده. كيف بدك تعمل سلام مع هذا العدو؟ نحن مش ناس يعني مقطوعين من شجره. نحن هلا عدونا اسرائيل عم نقاتله ايه، وعم نمنعه بالقدر الذي نستطيع، عم نأخر تقدمه، عم نمنعه يستقر، وعم نكبده خسائر. ولكن نحن ما متنا، ولا بنقبل حدا يستهين بدمنا وبتضحياتنا، ولا بنقبل حدا يرقص على جراحنا. ومش على تهديد معناتها بنروح بالحرب بدنا نعمل شيء ثاني. في بالموقف السياسي، في بالموقف الثقافي، بالاعلامي، في مليون شغله نستطيع منها ان نمنع هذا الصوت، ان نمنع هذا الخيار. بده يحكي يضل يحكي للصبح، بده سلام يروح على تل ابيب، يخلي اذا عندهم قدره بكره رح تصير انتخابات، يطلع مجلس نواب جديد يعمل يعني انتاج سلطه جديده، تلغي قانون مقاطعه اسرائيل بال 1955، وتلغي بالقوانين الاجرائيه التي تجرم التعاطي والتعامل مع اسرائيل. والا حتى يحين ذلك كل من يتواصل مع اسرائيل يخالف القانون اللبناني ولو كان رئيس الجمهوريه، عم يتصرف من خارج القانون، هو المؤتمن على القانون وعلى الدستور. يعني اذا اليوم صار في توقيع يعني اتفاقيه امريكيه اسرائيليه لبنانيه بتكون يعني غير قانونيه؟ غير قانونيه، ولا تمثل اللبنانيين، ولا تمثل احد من اللبنانيين، ولا يعترف بها اللبنانيون الشرفاء اللي هن من كل الطوائف. ممكن يعني اذا سكرت هيك الامور كلها ضمن المفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه، ممكن يكون في وفد للمقاومه، ممكن تستسلم امريكا بهذه الطريقه. ما فهمت يكون في وفد للمقاومه، وفد ممثل حزب الله وين؟ بالمفاوضات بالامريكيه؟ اكيد لا. طيب بيكون خائن بالنسبه الينا. لحظه، طيب بالنسبه الينا خليني بس كفي السؤال. طيب شو يعني بيجوا اليوم بيقول لك اذا ما بدك ما بدك رئيس الجمهوريه بدنا نطبق القانون، بدنا طيب. نطبق القانون. شو بدنا؟ بدنا نطبق القانون اللبناني والدستور اللبناني، ونحافظ على الميثاق اللبناني، ونطبق خطاب القسم اللي اطلقه رئيس الجمهوريه والبيان الوزاري اللي عمله رئيس الحكومه. يعني شو بدكم 17؟ هذا اللي بدنا اياه. طب ايش شو يعني؟ ما هذا شو بدنا؟ بخطاب القسم في التزام بتحرير لبنان وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. مزبوط؟ رئيس الحكومة مرتين قال إعادة الإعمار التزام وليس وعد. كمان حكى بنفس الشيء. انحكى عن تطبيق 27/11 اتفاق وقف اطلاق نار جنوب الليطاني، هذا حكاه رئيس الجمهورية وتصريحات علنية، وشمال الليطاني بينحل بين اللبنانيين بالحوار ضمن استراتيجية أمن وطني. وكمان هودي اللي بدنا اياه. المقاومة قالت إنه أنا بدي سلم جنوب الليطاني للجيش اللبناني. سلمته. سلمته؟ طبعا 15 شهر. وصواريخ الست وين طلعوا؟ من شمال الليطاني طلعوا. من شمال. ايه طبعا هن اكيد هيك طلعوا من شمال الليطاني. ولو طلعوا من جنوب الليطاني، الفكره انه ب 15 شهر ماذا مش طلع تباهى رئيس الجمهوريه امام وفد الدبلوماسيين، نظفت الجنوب، نظف جنوب الليطاني وقال انه لم يطلق رصاصه على اسرائيل. مش طلع تباهى رئيس الحكومه من الجنوب قال من 1969 لاول مره الدوله تبسط سيادتها على كامل الارض اللبنانيه، علما انه كان في نقاط محتله، الا اذا معتبر اسرائيل مش ارض يعني شراكه معه يعني. كيف بيقول كل الدوله باسطه سلطتها على كامل الارض اللبنانيه وفي ارض محتله؟ بركي هو معتبر قالوا هيك ولا لا؟ صح، بس بركي معتبر. عم تقولي شو بدنا نحرر ارضنا ونرجع اسرانا ويرجعوا الناس على بيوتهم ويرجع اعاده الاعمار وفق الخطاب القسم واتفاق 27/11/2024 اللي ضحك عليه لرئيس الجمهوريه توم براك وقال له انا جايب لك مبادره امريكيه، طلع امريكا معهاش خبر. او بيجي بيقولوا انه كمان يعني راح هيك سير نبيه بخبز العباس كمان نفس مين هو؟ توم براك. كيف يعني سير؟ راح قال له طيب كان عنده راس خبز العباس يعني كمان. هلا رئيس بري بلعب براك ومعلمه على اصابعه يعني ما حدا ضحك عليه هيك. لا انا عم بقول ما صار هيك. رئيس بري ما اقتنع بهذه الورقه ورفضها وانسحبوا نواب وزراء الثنائي لما اجوا بده يقروها بمجلس الوزراء وقال له روح جيب لي من اسرائيل خطوه لنعمل خطوه، نحن عاملين خطوتين يعني نحن مقدمين اصلا خطوتين، ولكن رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه مشيوا معه. شو بيعمل رئيس بري؟ يعني هذا موضوع كمان للتاريخ. لا قبل بهذا المسار، لا قبل ب5 آب ولا قبل ب7 آب ولا قبل بكل هذا المسار ولا قبل بورقه براك. تعتبر اخر اتفاق هو اتفاق هجين. اي طبعا، وقال انه مجحف ولا يستحق الرد يعني باقي البنود. بختام حلقتنا استاذ حسن الدار عنا هيك فكره لطيفه شوي، اذا كان القرار بايدك او اذا كنت صاحب القرار، لو كنت صاحب القرار كنت اطلقت الصواريخ السته؟ لو كان القرار بايدي كنت دخلت بهذه الحرب الاقليميه لاغير الواقع اللي واقع ال 15 شهر، لانه كان في واقع سيء جدا. هلا بتقولي شو صار تداعيات بعدين؟
هلا انت عشان اعمل لك جدل، ايران اخطات قبلت بانه يكون في اتفاق وقف اطلاق نار منقوص، لانه قبل 8 نيسان كانت اليد العليا للمقاومه في لبنان هي الاعلى من يد العدو الاسرائيلي، لانه كان الاسرائيلي مشتت قواه بكل المنطقه، وكانت 80% من جهده على ايران. عشان هيك كانت مرونه الحركه للمقاومه افضل، وكان عنده قدره على ايذاء الاسرائيلي اكثر. كرمال هيك ايضا من 8 نيسان، شوفوا ارقام واحصاءات، من 8 نيسان يوم المجزره اللي عمله نتنياهو لليوم ارتفعت عدد الشهداء وعدد الدمار وعدد التقدم الاسرائيلي والمناطق اللي احتلها والمناطق اللي فجرها. فكان لازم توقف الحرب، او نوقف مع بعض او نكمل مع بعض. دخول لبنان بالمفاوضات هو قرار ام لا قرار للدوله؟ هو سياق رسمته امريكا، بدا عمليا يتنفذ لما طرد السفير الايراني، لانه ما كان في داعي ينطرد، ولكن طرد السفير الايراني من لبنان، او يعني منعوه من يزاول عمله اذا بدك، حتى يقطعوا الوصل بين ايران ولبنان، وليكون لبنان جزء من تفاوض على باكستان، مش ايران تفاوض عنه، ليكون هو شريك بهذه الطاوله. فهذا المسار الاخر، مسار واشنطن، هو الاكزيت دور اذا بدك، فتحته امريكا واسرائيل. هلا بكره كيفما انتهت هذه الحرب، في مكتسب لنتنياهو قدمت له اياه هذه السلطه ببلاش، انه كسر هذا الجمود بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وصار في امكانيه يحكوا عن سلام ويحكوا عن تطبيع ويحكوا عن لقاءات مباشره من 83 مش موجوده. فهذا سياق رسمته امريكا وصارت عليه السلطه. هل لو تخلى حزب الله عن سلاحه سيكون قرار ام لا قرار؟ اذا تخلت المقاومه، خلينا نقول حزب الله اليوم صوره عن المقاومه، حزب الله مرحله من المقاومه. أوكي. في مراحل مختلفه. اليوم الحزب هو بهذه المرحله هو قائد هذه المقاومه، ولكن هذه المقاومه بجيب لك في مراحل مختلفه. كل من يتخلى يتنازل عن المقاومه دون ان يؤمن مسبقا بديل لاهله وناسه هو خائن لاهله وناسه. اذا سلمت، يكون خائن لاهله وناسه. اذا سلم سلاحه وتنازل عن المقاومه وبعد ارض محتله، ما في جيش يحميني، وما في دوله ترعاني، وما في اعمار، وما في وفرط بهذا التاريخ وبهذا الارث، كل من يفعل ذلك فهو خائن. الشهيد سيد حسن نصر الله قال هذه الكلمه، انه اذا السيد بسلم سلاحه بكون خاين. فاذا هذه فكره بعتقد كل حتى الموجوعين من الجنوبيين بيعتقدوا هيك وملتزمين انه ما حدا عم بلشنا قلنا بالحلقه نحن مش هواة موت ولا هواة قتال، ولكن هذا يفرض علينا. عندنا خيارين، او بنسلم ارضنا وبنفل، او بنقاتل. لا، بنقاتل. بكل الاحوال نحن بنتمنى انه يرجع لبنان بكل شيء فيه، بكل مكوناته، نرجع عن جد نحب بعض، انه نحن عن جد بنحب بعض، وما فينا نقول يعني نتمنى السلام يكون لنا مش سلام مع العدو. شكرا لكل متابعينا، شكرا لمتابعين منصة بياناتنا، والى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج القرار. معي انا جيهان فتوح.